لو عندك مجسم فيه زوايا حادة، غالبا هتحتاج تبدلها بفيلت أو تشامفر، إما عشان قيود التصنيع أو عشان نتفادى ستريس كونسنتريشن، أو ببساطة عشان نحسن شكل المنتج ونخليه انسيابي أكتر. هنروح لتاب فيتشرز ونختار فيلت. البرنامج هيطلب منك تحدد المكان اللي هنطبق فيه الأمر، إما تختار الحرف الحاد نفسه اللي بنسميه edge، أو تختار السطحين two faces اللي بيتقابلوا عند الحرف ده. الفيلت وظيفته إنه بيحول الإدج لأرك، أو بمعنى آخر قوس من دايرة، عشان كده لازم نحدد قيمة نصف القطر. بعدها بتدوس أوكي. تقدر تختار أكتر من إدج وتعملهم كلهم بضغطة واحدة، بس بشرط يكون ليهم نفس قيمة الراديوس. لكن لو عندك إدجز بقيم نصف قطر مختلفة، يبقى لازم تعمل كل مجموعة منهم في أمر فيلت لوحدها عشان تقدر تتحكم في مقاس كل واحدة. أمر التشامفر مشابه جدا. بدل القوس هو بيعمل شطفة بزاوية مستقيمة، الافتراضي بتاعها بيكون زاوية 45 درجة، والشكل ده هندسيا بيبقى أسهل وأرخص في عملية التصنيع من الفيلت. هختار الإدج دي وأحدد طول الشطفة وأسيب الزاوية 45 درجة زي ما هي. وزي الفيلت متاح لك تختار كذا حافة مع بعض بشرط توحيد الطول والزاوية مع بعض.